السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم غدا اقتصادي خالي. اتمنى ان فيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. هشارك معاكم فيديو النهاردة، اتمنى ان فيديو النهاردة يعجبكم. هعمل شوية فول كده وعلقت على بطاطس. طبعا غسلتها حلو الاول وبعد كده حطيت لها شوية مية وشوية ملح، وهسيبها بقى كده تستوي لحد ما تستوي خالص، وبعد كده اقشرها وهجلي منها جزء، والجزء التاني هعمله في طماطم زي ما هتشوفوا معايا. حطيت كده على البطاطس شوية ملح، وهنا بقى خرطت بصلاية صغيرة كده، وخرطت 3 4 فصوص توم وقرن فلفل، ونزلت بالطماطم. حطيت لها بقى شوية كزبرة وشوية فلفل اسمر وندعة صغيرة من القرفة وشوية كمون وندعة برضو صغيرة من الخلط. بس هنا خلاص طبعا سبتها لحد ما اتسبكت كده زي ما انتوا شايفين، وهطلع الكيس واحطه زي ما عاملاه وياكم اهو. بطلعه على طول واحط له شويه ماء عشان خاطر يفك براحته. هوطي بقى على النار خالص واسيبه براحته خالص لحد ما يفك ويبقى معايا جاهز للاكل. هوطي عليه خالص، اهم حاجه توطي عليه عشان ما يشتش معاك ويبوظ وياك. طبعا بتطلعي الكيس بتحطيه على طول كده، عايزه تسيبيه يفك براحتك، بس انا كنت متاخره يعني فطلعت الكيس على طول، شطفت الكيس وبعد كده حطيت الفول زي ما انتوا شفتوا كده. هنا بقى قشرت البطاطس اهي، قشرتها كلها اهي، وهاخد منها جزء اهرسه كده واعمله في طماطم وتوم، والجزء التاني هقطعه واقليه. همسك بقى كده كله اقطعه، واللي هلاقيها مهريه شويه دي هسيبها عشان خاطر اهرس، انما اللي هي جامده شويه ماسكه نفسها هجليها في الزيت. زي دي كده مهريه شويه، فانا باخدها احطها كده عشان خاطر اهرسها كده. هقطع بقى الكميه كلها زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وهشيل برضو اللي هو اللين اللي هي يعني مهريه شويه في الميه عشان خاطر تتهرس معايا على طول، ما تاخدش معاك وقت ولا كده. بس هنا خلاص طبعا عملت دولت ودولت. همسك بقى دي اهرسها اهو زي ما انتوا شايفين بالشوكة كده على طول، طبعا بتكون دايبة معاكي فبتتهرس معاكي على طول. هنجل دي كده على البتاع. طبعا انا حاطه الطاسه على النار تسخن عشان خاطر احط على طول البطاطس. هنا بقى خلاص كان الزيت سخن معايا، وهنزل بقى بالبطاطس. طبعا الزيت في دي انا كنت جاليه في مره قبل كده، فمش هرميه ولا حاجه، بقلي ادام نضيف معاكم ورايا كده ونضيف عادي. هحط بقى البطاطس وهجلي فيه برضو بتنجان وهجلي فلفل وهجلي برضو عجينة طعمية. هقطع برضو بتنجان كده على ما البطاطس معايا تتحمر. هقطع كده بتنجان وارش عليهم شوية ملح واسيبهم في مصفى كده لحد ما اجلى الدوران البطاطس دول هيكونوا مسردوا المية عشان ما يشربوش معاكي زيت ياما. طبعا جبت هنا رغيف عيش عشان اطلع عليه. لو انت ما عندكيش مناديل مطبخ بجيب رغيف عيش كده عشان خاطر انا اطلع عليه البطاطس وهطلع بتنجان وهطلع عليه الفلفل وكل حاجه هطلعها على الرغيف العيش ده. طبعا رغيف العيش هيشرب معاكي زيت ياما، فانت بدل ما تجيبي مناديل وكده لو هي كميه مثلا طلعي بتنجان وبطاطس وحاجات من دي كلها فتجيبي رغيف عيش. انما عشان تحط كل دور مثلا بطاطس فتشيل البطاطس وتحط طبعا للبتنجان. فانت لو وفر عليك وهات رغيف عيش كده وحطيه. طبعا العيش ده بنشروه وبنستخدموه برضو للطيور، ما برموش او حاجه، بنشفه كده وبعد كده بندششوه وبعد كده بنستخدمه للطيور. هجيب بقى الطاسه التانية هعمل فيها البطاطس اللي هي المهروسه وانا بشتغل كده في ريح. هحط بقى الطاسه دي تسخن كده، على ما تسخن كده هكون حطيت برضو الدور التاني من البتنجان. احط كده دور بتنجان اهو زي ما انتوا شايفين. هحط بقى هنا شويه زيت، وخرطت كده شويه توم زي ما انتوا شايفينهم. هقطع بقى كده شويه طماطمتين او 3 حسب ما تحبي، والبطاطس انا هرساها على ما الطماطم دي تتخدع. هنزل عليها بشويه فلفل وشويه كمون وندعه صغيره من الخلطه. طبعا انا حاطه ملح للبطاطس في الميه بتاعه البطاطس سلق البطاطا. والبتنجان كده برضو احمر اهو شلته.
هحط بقى شوية فلفل اسمر وشوية كمون وندعة صغيرة من الكزبرة على البطاطس، بتديها طعم حلو. وشوية خضرة كده خرطتهم، بس طبعا الخضرة بتحطها الاخر عشان خاطر ما تتبلش معاك. وهنا بقى خلاص كنت طفيت النار وهديها تقليبة كده وهركنها واعمل حاجة غيرها. بس زي ما انتوا شايفينها كده. هجلي بقى دور تاني من البطاطا من البتنجان. طبعا كنت شلت زيت لان كنت بشتغل يعني في البطاطس، فكنت شلت الزيت خالص من على النار. رجعت تاني احطه واحط بقى تاني دور للبتنجان لحد برضو ما يستوي معايا، وبعد كده هنزل بالفلفل. طبعا انا هجلي الطعمية في زيت نضيف، بس هخلي الطعمية الاخر خالص عشان خاطر ما تبردش. هنزل بقى في الفلفل اللي معايا دي. طبعا بتشق الفلفل كده عشان خاطر ما يطرشكش معاكي في الزيت. لازم تفتحيه كده بالسكينة فتحة صغيرة كده، وتغسليه وتسيبيه الصف عشان خاطر ما يبهدلش معاك الدنيا زي ما بهدل معايا كده. لان انا غسلته وعملت على طول عشان كنت مستعجلة. بس ان شاء الله اغسل البوتاجاز واغسل مواعيني واخلص كل حاجتي قبل ما اخد فطارنا وانزل. بحب اسيب مطبخي كده نضيف. لان طبعا بنفطره تحت وبخلص اللي ورايا برضو تحت. يعني بعد الفطار بقى بغسل مواعين واخلص كل حاجتي عشان اطلع كده الاقي مطبخي نضيف. مش اخلص لسه واطلع الاقي لسه مطبخي وسخ ولسه اقعد اغسل واعمل هنا. هغسل بقى شوية المواعين دول بسرعة كده وانا واقفة واكفيهم واسيبهم يتصفوا براحتهم. بعد كده بحطهم في المكان بتاعهم. انا لازم اسيب الحاجة كده يتصفوا براحتهم خالص، لان مطبخي خشن. فلو في نقطة مية نزلت فيه بيعمل حشرات وحاجات مش حلوة خالص. فانا لازم اسيب مواعيني كده يتصفوا وبعد كده بكفيهم في المكان بتاعهم. طبعا انا كل شوية بروح اقلب الفلفل. وكنت كمان طلعته لان طبعا ما بياخدش وقت ولا حاجة، بيحمر على طول. فانا كنت طلعته وكملت غسيل المواعين. خلاص كده بقى جبت الحوامل وهي سخنة كده عشان خاطر لو فيها دهون او زيوت او اي حاجة من دي بتطلع معايا على طول. وبرضو البوتاجاز عشان عايزاه يكون سخن ف... فيطلع معايا الدهون على طول. هغسل بقى البوتاجاز وهغسل الحوامل بتاعة البوتاجاز واكنس الارض وهمسحها. وهاخد الفطار وهنزل بيه تحت. انا كنت كمان لسه هجلي الطعمية. طبعا طعمية يعني مش بتبهدل الدنيا او كده، ففي ثواني كده هتعمليها وهيتنه بوتاجازك برضو نضيف. وزي ما قلتلك، طول ما انت بتشتغل المعون اللي يتوسخ معاكي اشطفيه على طول معاكي، هيوفر معاكي في الوقت. حتى لو انت مثلا في بتطبخي يعني في بيتك وكده، المعون اللي يتوسخ على طول اشطفيه، وبعد الفطار بتلاقوهم شوية مواعين صغيرين. انما انا بحب اخلص مطبخه وانضفه واخلصه قبل ما بنزل تحت. هنا بقى خلاص كنت كنست وخلصت كل حاجة ولمحت برضو الرخامة. وهمسك برضو الشرشوبة كده، همسك هديها تلميعة كده عشان لو فيه شوية زيت او كده اي حاجة اتكبت منك او كده وانت واقفة. فتدي كده مسحة خفيفة. انا بعمل كده يا بنات بعد كل طبخة بمسح، بس ما بصورش معاكم بصراحة. والجاز ده لما بحس ان هو متبهدل او كده بجيب شويه ميه وشويه معطر وشويه كلوركس الوان واديله مسحه كده بالشرشوبه. بس بتك عليه شويه لو هو وسخ جامد بالمجشه وامشي عليه كده المجشه بيلمع معايا واطلعه في الشمس 5 دقايق بينشف معايا على طول وبفرشه تاني. بس كده خلاص خلصت المطبخ ولمحته وخلصت كل حاجة. هاخد بقى فطاري كده وانزل بيه تحت والمواعين اللي بتفضل زي ما انتوا شايفينها اصحن يدو. حاجة بسيطة خالص. وطبعا الحلة اللي فيها الفول هشطفها يدو. طبعا زي ما انتوا شايفين الاكل اهو زي ما انتوا شايفينه. وعملته برضو سلطة على جبنة كده على خيار على حاجات من دي. ويا دوبك هجلي بس البتنجان ساعة المغرب ما يصدق على طول اللي هي الطعمية قبل ما المغرب يصدق بدقيقة واحدة هجلها، لان طبعا ما بتاخدش وقت عشان تني معاكي سخنة وكده. بس هنا خلاص كان هنا خلاص المغرب صدق. هاخد بقى اكل وانزل بيه تحت عند حماتي بنفطروا كلنا مع بعض كده. وبغسل مواعيني وبخلص كل اللي ورايا وبعد كده بطلع شقتي.
فاطلع كده الاقي مطبخي نضيف وكل حاجتي نضيفه. ما اقعدش لسه اغسل واغسل البوتاجاز واعمل ده كله، لا. انا بحب اخلص كده اما بلاقي وقت بدري، بحب اخلص كل شغل بدري كده، واخلص مواعين وحاجته كلها، وبعد كده ايه بخلص المواعين والحاجات دي تحت بعد ما بخلص. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك، واستودعكم الله، السلام عليكم.